الرجاء في طريقه للإعلان عن صفقة جديدة. العين يحسم مستقبل حسين الرحيمي. الخنوس يشعل المنافسة بين فريقين إنجليزيين. لجنة من الكاف تزور ملعب أسفي. والآن إلى التفاصيل. الرجاء في طريقه للإعلان عن صفقة جديدة. يقترب نادي الرجاء الرياضي من الإعلان عن صفقة جديدة خلال الانتقالات الصيفية الحالية، ووفق ما ذكرته مصادر صحفية فإن الرجاء توصل لاتفاق نهائي يقضي بضم اللاعب فؤاد الزهواني قادما من اتحاد توارقة في الميركاتو الحالي. وتابعت أن التزام اللاعب مع المنتخب الوطني المغربي المحلي هو ما أخر إعلان الرجاء التعاقد مع الزهواني بعدما جرى ضمه مع زميله معاذ الضحاك. يذكر أن الرجاء نجح في إبرام مجموعة من الصفقات الصيفية بغاية تعزيز صفوفه والمنافسة على الألقاب خلال الموسم المقبل. العين يحسم مستقبل حسين الرحيمي. أعلن نادي العين الإماراتي عن قائمته الرسمية للموسم الكروي 2025-2026 والتي تضم 28 لاعبا تحت قيادة المدرب الصربي في ظل طموحات الكبيرة للمنافسة على جميع الاستحقاقات المحلية والقارية. وشهدت القائمة حضور النجم المغربي حسين الرحيمي إلى جانب شقيقه سفيان الرحيمي في الوقت راجت فيه خلال الأيام الماضية أنباء حول إمكانية إعارة الحسين إلى نادي آخر، قبل أن تؤكد القائمة الرسمية استمراره مع الزعيم هذا الموسم، وتضم تشكيلة أسماء بارزة في مختلف المراكز أبرزهم حازم عباس. وكان العين قد أنهى مؤخرا برنامج إعداده الخارجي الذي امتد على مرحلتين، الأولى في الرباط من 20 إلى 29 يوليوز والثانية في مدينة مرسيا الإسبانية من 30 يوليوز إلى 10 غشت استعدادا لانطلاق الموسم الجديد. لجنة من الكاف تزور ملعب أسفي. تحل لجنة من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بالملعب المسيرة الخضراء بأسفي قصد معاينته وإعداد تقرير حوله قبل الحسم في مدى أهليته لاحتضان مباريات أولمبيك أسفي في كأس الكونفدرالية الإفريقية. وشهد الملعب المسيرة الخضراء بعض الإصلاحات خلال الأسابيع القليلة الماضية على مستوى المستودعات الملابس ومنصة الصحافة والمنصة الشرفية وغيرها من المرافق الأساسية. وسيكون تقرير لجنة الكاف حاسما قبل مواجهة أولمبيك أسفي لنادي نيجيليك من النيجر برسم الدوري التمهيدي لكأس الكونفدرالية الإفريقية. ويرغب أولمبيك أسفي في إجراء مباراته الإفريقية داخل ملعبه، علما أنه وضع ملعب مراكش الكبير والعبد بالجديدة كخيارين بديلين في حالة الاستحالة اللعب بأسفي. ويشارك أولمبيك أسفي للمرة الأولى في تاريخه في كأس الكونفدرالية الإفريقية عقب فوزه بلقب كأس العرش على حساب نهضة بركان. ويشارك الوداد الرياضي في المسابقة ذاتها بعد إنهاء المنافسة البطولة في المركز الثالث. الخنوس يشعل المنافسة بين فريقين إنجليزيين. دخل فريق نيوكاسل يونايتد وتوتنهام في المنافسة قوية من أجل التعاقد مع الدولي المغربي بلال خنوس لاعب نادي ليستر السيتي الإنجليزي. ووفقا لصحيفة تايمز البريطانية فإن توتنهام بدأ يتحرك بوتيرة أسرع من أجل إنهاء صفقة الخنوس بسرعة. ومن جانبها أوضحت صحيفة تلغراف أن نيوكاسل يونايتد يضع بدورها اللاعب الخنوس من ضمن أولوياته خلال الميركاتو الصيفي الحالي، ويسعى الظفر بخدمة اللاعب المغربي قبل انطلاق الموسم الجديد في إنجلترا. ولا يرغب الخنوس في اللعب في دوري الدرجة الأولى خلال الموسم المقبل بعد نزول ليستر السيتي خلال الموسم الأخير، علما أن قيمة الشرط الجزئي في عقده تصل إلى 22 مليون جنيه استرليني. وسجل الخنوس 3 أهداف في موسمه الأول بقميص ليستر سيتي وأعطى 6 تمريرات حاسمة. ويتابع أيضا نادي ليدز يونايتد العائد إلى الدوري الممتاز. ولو وصلتي حتى لهنا لا تنسى دعمنا باللايك والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد.